انا جيت. حبايبي الحلوين، جايلكم فيديو جديد النهارده. تعالوا الاول اول حاجه كده نصلي على النبي ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. النهارده بقى ان شاء الله فيديو تحفيزي كده وروتين حلو جدا، وكمان هنعمل اكل مع بعضينا. يعني هنعمله سريعا كده، اللي هو اليوم كده هيمشي زي ما انتم هتشوفوه. اول حاجه بقى حطي لي لايك للفيديو، واللايك ده بيرفع لي الفيديو جدا فما تنسوهوش. وكمان لو انت اول مره تشوفي القناه، خدي لفه كده في القناه، لف لفه حلوه وشوفي القناه، ويا رب ان شاء الله تعجبك وتشتركي على طول فيها. تعالوا بقى نبدا الفيديو بتاعنا. الفيديو النهارده بقى بصوا عباره عن يعني فيديو حلو بجد من اللي انتوا بتحبوه. هنعمل اكل مع بعض روتين، وبصوا يعني شوفوا بقى اليوم كده ماشي ازاي مع بعض. اول حاجه بقى انا دخلت على اوضه الاطفال وقلت اروقها. يعني بصوا مش هروقها، اللي هو هعمل زي الصلاة والريسبشن. الصلاة والريسبشن بقى عايزة اقول لكم رغاوي بقى وكانت يعني بصوا الصلاة كده، يعني انتوا هتشوفوا المنظر. بس اوضه الاطفال قلت انا همسحها كده مسحه حلوه، وفي نفس الوقت اغير الملايه، ويعني امسح بقى كل بقى الشفونيره بالكومودين وكل الكلام ده، عشان طبعا اليومين دول يومين التراب معروفه. اليومين دول حر وتراب، ويعني ربنا يعافينا يا رب. انا لما يعني بطلع انشر كده، او لما بمشي في الشارع بتقابلي كده تراب في وشك اول ما بتخرجي كده. بصي على طول كده. فسبحان الله، انت هتروقي النهارده الصبح هتلاقي تراب. مش الصبح كمان، ده بعدها بشويه هتلاقي تراب كده على الترابيزات والبتاع، والصيف معروف بكل الكلام ده يعني. يعني هو الصيف حبنا يعني معروف بالكلام ده. تمام. عايزه اقول لكم بقى كمان ان انا يعني روقت المطبخ ترويقه عميقه. جبته من فوق لتحت كده بس ما صورتوش. قبل ما اروق اوضه الاطفال والريسبشن والصاله وكده، وقبل ما اعمل الغدا كنت قايمه بدري، فقلت بصراحه لا انا هبدا بالمطبخ بقى. عايزه اقول لكم ان انا دعكت البلاط، او يعني السيراميك دعكه محترمه. عايزه اقول لكم ان انا خدت الحيطان يعني خليتها بتلمع كده وبتبرق. البوتاجاز بصوا ما خليتش حته فيه الا بجد حلوه. الحوض كده من اوله لاخره، يعني بصوا خليته بجد، شقلبت المطبخ كده خليته بجد بيلمع قوي. ببقى فرحانه قوي قوي لما باخد الموضوع ده او لما بعمل الموضوع ده، لاني بتعب فيه جدا، بس بصراحه بعدها برتاح راحه مش قادره اقول لكم قد ايه. بتحسي كده براحه نفسيا وانت قاعده في المكان كده نظيف. المطبخ ما فيهوش اي زيوت ولا اي بقى دهون ولا اي كلام من ده. وكمان الصاله والريسبشن واوضه الاطفال وكل الكلام الحلو ده بتلاقيه كده نظافه وبتلمع. كمان مع الحر ده احنا محتاجين نعمل كده كتير، يعني يوميا كده نظبط امورنا ونظبط شقتنا يعني. بصوا بقى انا غيرت الملايه طبعا، وكنست الارض كنسه كويسه، وهمسح دلوقتي. كمان بقى في الصاله والريسبشن حسيت ان الصاله كده محتاجه ان هي ايه، محتاجه ان انا ادلق ميه بقى وادعك بالمقشه الخشنه او بالفرشه على حسب بتدعكي بايه. يعني قلت هتبقى احلى بكتير بقى، واحس كده بطراوه كده فيها، لان الشقه عندي بتكون حر جدا. اول ما بيهجم الحر بلاقي الشقه حرارت جدا. ان شاء الله باذن الله بقى، يعني ادعوا لي كده واجيب تكييف، لان فعلا الشقه عندي حر قوي قوي قوي، مش قادره اقول لكم قد ايه. كمان بقى لما بعمل روتين معاكم بحب البس الاسدال ده جدا. بصوا انا ما عنديش اي اسدالات، يعني انا ما كنتش بحب الاسدالات. عشان اكون واضحه معاكم انا ما كنتش بحبها، انا بحب العبايات الغامقه. كمان لما جبت العبايه اللي هي بتاعه الخروج، اللي هي لبستها في صلاه العيد ووريتها لكم. مصوره لكم بيها فيديو برضو اكل وكده، وكنت لابساها يعني، كنت جايه من بره دخلت على المطبخ على طول. فيديو ان شاء الله ينزل لكم ان شاء الله في الغالب كده المره الجايه، الفيديو جاي. عايزه اقول لكم ان هي الوان، وانا ما كنتش يعني ما كنت متردده جدا. بس بصراحه لما قستها وشفت شكلها وبتاع، هي عامله زي العبايات المغربي كده، فحسيت ان شيء مختلف عليا خالص. وعايزه اقول لكم ان انا لبستها ونزلت بيها مرتين تلاتة بعد العيد، يعني اللي هو مش مكسوفه مثلا امشي بيها، حاسه ان شكلها حلو. فاهمني؟ مش عبايات الاستقبال بتاعه البيت، هي عبايه خروج حلوه جدا وشيك جدا، وبتبقى تحفه بقى على الكوتشي وشنطه كده شيك. عايزه اقول لكم بجد ان هي حلوه قوي. بس الاسدالات انا عمري ما جبت اسدالات، وانا قلت لكم الاسدال ده كمان مش انا اللي كنت جايباه. وبحبه جدا بقى، لانه بصراحه مع روتين وكده لما بصور بحب البس حاجه فضفاضه. حتى لما بلبس بنطلون بلبس بنطلون فضفاضه عليه حاجه طويله. مش بحب اصور بحاجه ضيقه او كده. يعني بحب ابقى واخده راحتي كده، ويعني حاسه كده ان انا وانا بصور ان انا مرتاحه، لابسه حاجه فضفاضه يعني واسعه كده. فان شاء الله باذن الله ان شاء الله قبل العيد الكبير هجيب اسدال.
يعني مختلف بقى، يكون برضو للبيت اصور بيكم معاه واطلع معاكم بيه، يعني اللي هو يبقى حلو كده ومرح كده. انا عايزه حاجه برضو فضفاضه. والاسدالات بتبقى حلوه قوي، وبصراحه هي سريعه كده في اللبس، سواء بقى تنشري، سواء بقى هتصوري، لو ما بتصوريش اصلا وانتي بتحبي كده الصلاه تلبسي حاجه كده زي الاسدالات، بتبقى حلوه قوي في الصلاه. يعني بتحبي كده تصلي بحاجه زي الاسدالات، هي حلوه عموما. بصراحه الاسدال حلو جدا في البيت، بس انا ما كنتش بلبسه. انا عندي عباية استقبال، عندي عباية خروج، بس ما عمري ما جبت اسدال. فلما جربت الاسدال ده وحسيته بجد مريح جدا في التصوير، لا قررت بقى اجيب اسدال خلاص. فان شاء الله باذن الله هجيب اسدال قبل العيد الكبير عشان نلبسه كده ونصور بيه مع بعض. وهجيب بقى اسدال في اسدال، فاهميني؟ اللي هو كل ما انزل كده اجر لي اسدال عشان يبقى عندي بقى كذا اسدال اصور بيه معاكم. المهم بصوا بقى، انا دخلت على الصاله والريسبشن اديتهم دعكه محترمه. انا حاطه ايه في الميه بتاعته؟ بصوا انا حاطه كذا حاجه عشان اكون واضحه معاكم. بصوا حاطه شامبو، يعني هو بيدعك بيه السجاد والسيراميك والحاجات دي كلها. ده اول حاجه. تاني حاجه حاطه معطر ارضيه. تالت حاجه حاطه شويه رابسو صغننين قوي، يعني برضو خلي بالك الرابسو ممكن يزحلقك كده شويه. الرابسو اللي هو الاريال العادي ده، مش اريال بتاع الغسالات الاوتوماتيك العادي ده. وشويه ديتول. شويه ديتول عشان ايه؟ لو اي حاجه كده تبقى يعني زفاره في السيراميك بتاعي، الديتول على طول هيقتلك اي بكتيريا واي زفاره. يعني ممكن اوقات لما نمسح كده من غير ما نحط اي حاجه بتحسي بريحه السيراميك زفره شويه. فلا، لازم تحطي بقى كل الحاجات الحلوه دي. ومش شرط كل ده، ممكن تحطي معطر ارضيه بس انا عشان كنت عايزه رغوه بقى وكده، عشان كنت هدعك بالمقشه الخشنه، فحطيت بقى كل الكلام الحلو ده. بصراحه ريحه السيراميك كانت فظيعه، واتبسطت قوي قوي ان انا خدت الخطوه دي. انا بقالي يومين 3 مكسله اعمل الموضوع ده، مكسله ان انا اروق الشقه كده ترويقه كويسه. عايزه اقول لكم بقى ان انا كمان دخلت على اوضتي وعملتها قبل كل ده. يعني انا اوضتي اصلا ظبطتها قبل كل ده، بس انا ما بصورش في اوضتي. يعني انا كفايه عليا اوضه الاطفال والريسبشن والصاله والمطبخ حلو قوي. وبرده ما بحبش اصور في الحمام بصراحه. يعني مش بحب مثلا ان انا ايه، اغسل الحوض واغسل الحيطان مش عارفه ولا عندي الحمام اصلا صغير فاصور فيه ايه. يعني اللي هو بحس ان هو كفايه كده التصوير في الثلاث اماكن دول او الاربع اماكن دول حلو قوي قوي. ف زي ما بقول لكم بقى، ما صدقت اللي هو خدت خطوه بقى ان انا جريت جري كده. يعني عارفه كده لما، لا انا هقوم اعمل الشيء ده دلوقتي. انا بقى في لحظه كده جت في دماغي ان انا هقوم دلوقتي وهقلب الشقه كده عليها واطيها وهظبطها. عايزه اقول لكم والله العظيم بعدها حسيت براحه نفسيه رهيبه. معرفش كده، بتحسي ان لما بتروقي الطاقه السلبيه كده اللي عندك بتنسحب كده وتتكل على الله، وتحسي كده ان انتي خدتي طاقه ايجابيه حلوه كده. فالشقه لا بقت بتبرق وجميله جدا جدا. وكمان بقى عملت الغدا واتغدينا. وبصوا يعني اليوم كان ماشي الحمد لله ببركه ربنا كده، كان حلو يعني الحمد لله. خلاص بقى خلصت وشديت بقى الصابون وكل الحاجات اللي في الارض ديت بالمساحه. وقلت بقى ايه، مش هعرف اشد الباقي طبعا، ولازم امسح طبعا الارض بقى مكان الرغاوي وكل الكلام ده. فقلت بقى ايه بالشرشوبه بقى هظبط كل الكلام ده. كنت عايزه اسالكوا صحيح، إيه انتوا اللي هي الجردل بتاع المسح العادي اللي هو بالشرشوبة، انا بشوف اللي هو بتحطي رجلك كده وتضغطي عليه بينزل المية يعني اللي هو طالع جديد ده، اللي هو الجردل بالشرشوبة اللي طالع جديد. انا ما جربتوش قبل كده، افكر اجيب لي واحد بصراحة. بس مش عارفة هل يا ترى عملي ولا بيبوظ بسرعة ولا ايه نظامه. يعني حاسة ان هو بيبقى افضل من كده. طالع كمان اللي هو جردل بالشرشوبة، بس هي مش شرشوبة بقى، هي شبه مساحة كده. برضو بيقولوا حلوة قوي قوي وبتسحب المية حلو وجميلة جدا. بس انا مش عارفة بصراحة، انا ما عنديش خبرة في الحاجات دي او ما عنديش خلفية عنهم. فبسألكم لو انتوا استخدمتوا حاجة زي ديت برضو تقولولي، عشان لو كده بفكر اجيب حاجة منهم يعني. لو كنتي بقى وصلتي لحد هنا ما تنسيش اختك كده باللايك حلو، دوسي على اللايك كده هيعمل لايك على طول. ولو انتي كمان جديده واول مره تشوفي القناه، ما تنسيش بقى تحطي لايك كده وتشتركي في القناه عشان تنضمي لعيلتي الصغيره اللي بكره ان شاء الله تكبر بيكو باذن الله. وانا متفائله جدا انها تكبر بيكو. وهيجي في يوم من الايام كده اقول لكم فاكرين لما كنت بادئه كنت عامله ازاي. حاسه الموضوع ده مش عارفه ليه بتشجعوني جدا والله العظيم. انتوا بصي بتدوني طاقه حلوه كده، بتخلوني اتشجع اقوم اعمل الفيديو اللي بعده. يعني عايزه اقول لكم لو ما عنديش حد حلو كده زيكم، كل واحده على فكره فاكراها
اللي بتعلق لي وبتكتب لي كلكم كده في قلبي والله العظيم، واللي بتحط اللايك واللي بتتفرج على الفيديو من غير ما تعمل ده ولا ده، انتوا كلكم ربنا بجد يعني يخليكم ليا. واللي اشتركت في القناه وما بتحطش لايك ولا اي حاجه، برضو انتي على راسي من فوق، وجودك ده شرف كبير جدا ليا. بصوا بقى، خلصت بقى كده الارض ومسحتها وسبتها تتهوى بقى كده، وقلت ايه، اعمل السفره. طبعا انا عندي ازاز السفره ده عشان اشيله وامسحه الناحيه العكس، يعني عايزه اقول لكم انه زي الدهيه، ما يعني مش هقدر، ما ينفعش خالص خالص اشيله لوحدي. فهو بصراحه جوزي اللي بيعمل الموضوع ده بقى، يعني هو بيساعدني في الموضوع ده. فانا قلت بقى ايه، ان شاء الله باذن الله كده يوم اجازته اقول له لا ساعدني في الموضوع ده، لاني مش بعرف خالص. يعني بصوا كان هيقع مني قبل كده اللوح الازاز بتاع السفرة، كان هيتقلب يقع قبل كده بسبب الموضوع ده، بسبب ان انا حاولت اعمله لوحدي، تقيل جدا جدا جدا. وانا عندي السفرة كمان اصلا مش بعرف ازقها واخد تحتها وكده، لان انا عندي السفرة 3 قطع، القطعة اللي فوق والقطعتين اللي هنا وهنا اللي بيسندوا القطعة اللي فوق، فمش بعرف. فطبعا الناحية العكس فيها شوية لحوسة محتاجة تتمسح، فمش هعرف دلوقتي بقى، فقلت بعدين مفيش مشكلة. والستاير انا كنت لسه غسلاها ومعلقاها في نظيفة مفيهاش حاجة خالص، وكده خلاص بقى. يعني اللي هو كنت بفنش، ده مفرش السفرة اللي انا اوقات بحطه على السفرة. انا كان عندي مفرش للترابيزة ديت، بس اولا هو كان فيه زي خرز كده، والخرز ده اتقطع، وهو كمان اتقطع كده من كذا حتة. يعني عايزة اقول لكم ان هو اتدمر. فوالله ركنته، مش فاكرة ركنته فين، بس ركنته مش لاقياه، واللي هو ما بقتش اصلا احطه، يعني هو ما بقاش خلاص يليق بالترابيزة. فبفكر اجيب برضو المفارش قبل العيد، برضو ان شاء الله بفكر اجيب المفارش اللي هي الريش، طالعه موضه قوي قوي وبشوفها كتير جدا على اليوتيوب، بشوف فيديوهات لناس بحب اشوفهم وكده، فجايبينها فعجباني قوي قوي. حطيت ده بقى وقلت ادي منظر كده للترابيزه، وهوريكم بقى في الاخر بعد ما خلصت. هو فعلا مدي منظر حلو جدا للترابيزه. قلت بقى ايه، عشان ما تبقاش يعني قرعه كده لوحدها، قعدلنا كده لوحدها، لا ما زعلهاش، احط لها اي حاجه. وخلصت خلاص. بصوا بقى المنظر، والله العظيم حاسه ان انا كان هم وانزاح من على قلبي اني خلصت، لاني فعلا فعلا كان محتاجه تتمسح مسحه كويسه. بصوا شكله حلو، ولايق كمان مع الصالون والسجاده، فحسيته شكله مش وحش، شكله حلو. انا تانياه نصين وحطاه، فشكله مدي منظر حلو. خلصت كده خلاص بقى، وهندخل على غدا مع بعضينا. هنعمل النهارده باميه مش بلحمه، انا هعمل جنبها فراخ مشويه. الولاد اللي عاوزين كده، هم مش عايزين، هي عايزين جنبها فراخ مشويه. انا كنت هسلق الوراك واحمرها، بس هم قالوا لي لا احنا عايزينها مشويه، فقلت عادي ما فيش مشكله بقى. اول حاجه بصوا، طبعا التتبيله انا عملتها معاكم كتير. انا بشر الطماطم دي طماطميه مبشوره، عليها بصلايه مبشوره، ملح وفلفل وبهارات اللي هم السبع بهارات. انا ما بستغناش عن السبع بهارات في اي، بصوا تتبيله ما بستغناش عن السبع بهارات. يعني هي كده حتى في المحشي بحط 7 بهارات. كمان بشقق الفراخ كده من جوه حلو جدا، يعني بديها كام فتحه كده عشان ادخل التتبيله في كل حته. عايزه اقول لكم انها بتطلع تحفه جدا جدا. انا بعمل التتبيله دي وبعملها في الخلاط برضو، بس بحط عليها فلفل حراق، يعني قرن فلفل حراق وقرن فلفل رومي كده، بضرب كل الكلام الحلو ده مع بعضه، ملح وفلفل وبهارات، ولو عايزه بقى جوز الطيب بتديها طعم تحفه برضو. بس بقى وتبلتها كده، اركنها على جنب بقى وشويه وادخلها الفرن. تعالوا بقى نعمل الباميه، وسهله جدا جدا، عايزه اقول لكم يعني مفيش اسهل من كده. نزلت كده مكعب من السمنه او الزبده، وعليها البصله هشوحها حلو، وبعدين هنزل بالثوم. عندك بقى لحمه وهتعمليها باللحمه، شوحي اللحمه حلو بقى بعد ما تنزلي البصل والثوم وتشوحيهم مع بعض حلو. اول ما تشمي ريحه الثوم، انا لسه ما نزلتش الثوم، انا هنزله دلوقتي. اول ما تشمي ريحه الثوم، نزلي اللحمه بتاعتك وشوحيها بقى تشويحه كده محترمه لحد ما اللحمه تاخد لون معاكي، وبعدين بقى يعني ايه تهدي النار عليها وتسيبي اللحمه تستوي خالص. كل شويه تزوديها شويه ميه صغيرين، كل شويه تزوديها شويه ميه صغيرين لحد ما اللحمه تستوي خالص. وهتكملي بقى بالطريقه اللي انا هكملها دلوقتي، بس انا هعمل جنبها فراخ مش هعمل جنبها لحمه. نزلت التوم طبعا يتشوح، واول ما شميت ريحته كده نزلت عليها بقى الطماطم. ده حوالي نص كيلو كده من الطماطم مضروب في الخلاط، تمام، وقلبته حلو جدا. عندي طبعا الباميه انا عاملاها معاكم وكنت شايلاها في الفريزر، ده نص كيلو من الباميه. نزلتها كده وهقلبها، واول ما تبتدي تفك معايا هزودها شويه ميه. ايوه شويه ميه، عندك شوربه مفيش مشكله خالص، يا ميه يا شوربه تزوديها بيها عشان الصلصه ما تبقاش تقيله قوي. وهقلبها بقى، واول ما تبتدي تفك معايا ملح وفلفل، ما بحطش عليها اكتر من ملح وفلفل، اي بهارات تانية لا. انا بحب الطبيخ فيه ملح وفلفل فقط، ونص قرن فلفل حراق بقى كده،
يعني بصوا النص قرن ده مش هيعمل معاكي اي حاجه، لو عندك ولاد صغيره ما تقلقيش خالص، اللي هو هيدي طعم بس لو الفلفل حراق قوي خلي بالك برضو لو ولادك مش بيحبوا الحاجه حراقه. انا الفلفل اللي انا حطاه ده عايزه اقول لكم ان هو مش حراق اصلا. وخلصتها بقى خلاص، سبتها بقى لما تستوي الباميه خالص. وبتختبريها ازاي؟ بتطلعي كده واحده من الباميه، بتعمليها بالمعلقه كده، بتلاقيها اتهرست معاكي بسهوله كده، خلاص استوت. غرفت بقى كده عشان ناكل. وكمان طلعت الفراخ بعد ما اتشوت. عايزه اقول لكم طعم الفراخ كان تحفه، والباميه حكايه. وانا ولادي بيحبوها كده، يعني الصوص باين فيها قوي. عايزه اقول لك جربيها بالطريقه دي مش هتندمي خالص، الباميه هتعجبك جدا جدا جدا. بس خلصنا كده فيديو النهارده، كان فيديو كده حلو وخفيف وظريف كده، يا رب يكون عجبكم. واتمنى بقى ان انت تحطي لايك وتعليقك الحلو اللي انا بستناه من كل واحده فيكم. اتمنى كده ان انت تكتبي لي تعليق حلو زي ما بتكتبوا لي كل مره. بحبكم جدا جدا في الله، يا رب يديمكم نعمه في حياتي، واشوفكم في فيديو جديد، فيديو حلو ومختلف زي كل مره. باي باي.